توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يعني الورشة بتاعتنا هي المهارات الإبداعية للمعلم، أو يعني أنا هتكلم النهاردة عن الإبداع. الإبداع يعني هو موضوع دلوقتي تقريبا هو الذي يعني يهتم به أغلب يعني المجالات تعتمد على الإبداع. خلينا هنشوف كده الفيديو ده مع بعض إن شاء الله، ونتكلم بعديها مع بعض إن شاء الله. الصوت مش شغال يا دكتور. ظهر الصوت. لا. ذكرت بكافة كده التحديات تمام. التي ماذا ترى؟ ماذا؟ الرسم. ماذا ترى؟ بالضبط. قد ترى مجرد دائرة، لكن مع قليل من الخيال قد ترى أشياء كثيرة. كثير مما نراه إبداعا اليوم كان يوما ما ضربا من الخيال، لكن أحدهم رأى أن هنالك طريقة جديدة للوصول لحال أفضل. الابتكار والإبداع هما الإتيان بجديد يواكب التغيير والتطور، وعادة ما يولد الإبداع من رحم الحاجة إلى حلول مبتكرة لكافة التحديات التي تواجهنا، عن طريق النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة. لكن ما الذي يحفزنا للنظر إلى هذه التحديات والاحتياجات بهذه الطريقة؟ تواجدنا في بيئة آمنة يحفز الخيال، يفتح الأفق للأفكار الجديدة وللتساؤلات اللامتناهية، لنبحث فيها عن حل جديد أو فكرة جديدة أو أسلوب مبتكر، حيث إن النظر إلى أبسط التفاصيل بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى تغيير مؤثر، قد يؤدي إلى ابتكار نموذج تطبيقي جديد. ومع وجود العزيمة والإصرار على التميز سنصل إلى أنموذج أكبر، إلى أنموذج المتعلم والمعلم المبدع، وسنبني أجيالا جديدة ذات شخصية ريادية متميزة. لنبدأ من هنا، من هذا الصف الدراسي البسيط، لنتخيله صفا دراسيا دون جدران ولا سقف يحجب الأفكار من الوصول إلى عنان السماء. لنتخيله صفا يستطيع الطيران والوصول إلى العوالم الصغيرة والكبيرة، حيث جميع التساؤلات مسموحة وتحتمل العديد من الأجوبة الصحيحة، حيث الجميع على حق، ونستطيع معا بناء أفكار إبداعية، ونتعلم كيف نفكر بطريقة إبداعية، ويتطور صفنا المبدع حتى يتخطى جميع الصعوبات والحواجز، ونصل به إلى مشروعنا الريادي التالي. لن نتخطى المرحلة الحالية باستخدام نفس الحلول التي جربت من قبل ولم تنجح. نحتاج هنا هقف وأقول ماذا نحتاج لنصل إلى هذا الهدف. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى التطوير والتغيير يا دكتور. التطوير والتغيير في أنفسنا الأول يا مستر شريف قبل الآخرين. صحيح صحيح. تمام. ماذا نحتاج حتى نفكر بره الصندوق. صح جدا. خطة للعمل. صح يا أستاذ شيماء زي حضرتك. تمام. ماذا نحتاج؟ بيئة داعمة. صح يا أستاذة فاطمة. الحمد لله. للتشجيع. بدون التشجيع ما بيبقاش فيه أي آه، رغبة في الإبداع، ولا حافز ولا دافعية. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى بيئة صالحة، وإلى خيال مفتوح، وإلى أدوات. بنحتاج إن إحنا نحلم. نحلم ويكون الحلم
بالنسبة لنا هو أمل يتجدد وبيتطور، وإحنا اللي بندعم نفسنا قبل أن يدعمنا الآخر. قابل للتحقيق أهم حاجة. دائما إذا تحدثنا عن الأحلام فنحن نتحدث عن الأحلام القابلة للتحقيق، ومن أهمها أن يكون عندي معلم مبدع. مبدع يعني يصبح عندي أيضا طلبة مبدعين. عشان كده قلت التطوير والتغيير هيبدأ من نفسنا. عندنا صورتين، هنبدأ نعلق على أول صورة. الصورة الأولى زي ما احنا شايفين الشخص اللي واقف على مجموعة سلالم. ايه تعليقكم على هذا الشخص؟ لو قلنا جملة واحدة توصف هذا. ضيق الأفق. تمام يا أستاذ ياسمين. أيوه، ما بيستخدمش الأداة اللي معاه استخدام سليم. عنده ضيق في الأفق. عنده، لو استخدم سلم واحد زي ما أستاذة دنيا بتقول كان هيوصل. مش مركز أستاذة فاطمة. نظرته محدودة. نعم. ايه كمان؟ قد ايه عنده كل، يعني هو أهمية الأدوات كمان، ومش بس كده، ده محتاج كمان إن هو يعرف يعني أدواته دي يستخدمها في إيه. مركز على اللي هو مش شايفه بس. بالظبط. تمام. طيب. جميل. مش بيسيب فرصة الإبداع الفكري لكل طالب. دي أي صورة يا أستاذة آلاء؟ الصورة الأولى ولا الصورة الثانية؟ حضرتك كده تقصدي الصورة الثانية، صح؟ الصورة الثانية. الثانية. تمام. الصورة الثانية. طيب يلا عايزين ننقل على الصورة الثانية. أستاذة آلاء بدأت وقالت ما بتتيحش، ما لا يتيح فرصة للإبداع الفكري لكل طالب. إيه تاني؟ رفض الاختلاف. والسيطرة، عندها سيطرة. تمام. طيب. هو القولبة هي عايزة الولاد يكونوا بنفس الشكل. أيوه. بتقضي على الفروق الفردية. عايزاهم قالب واحد. بالظبط يا أستاذة نور. تمام. طبعا احنا لو خلينا الولاد بتفكر زينا وما عندهمش إبداع ومش عاوزينهم يخرجوا عن نطاق التغيير اللي احنا بنفكر فيه، ما يبعدوش عن مستوى رؤيتنا، كل ده مش هيدينا أي مساحة للطلبة إنها تبدع. وفي الحقيقة في كتير من الأفكار دي موجودة، مش بس في المدارس ولا في الفصول بتاعتنا، لا ده كمان حوالينا في الشغل. مفيش أي فرصة للإبداع. اللي بيبدع بنقصه الإبداع. ده حقيقي على فكرة وموجود. التفكير الإبداعي هو قدرة الشخص على الربط بين الأشياء أو الأفكار التي تبدو من النظرة الأولى أنها غير مترابطة، أو كما كانوا يقولون من قبل تبدو وكأنها ضرب من الجنون. أي شخص في الأول بيبدأ بفكرة بتبقى فكرة مش يعني مش مألوفة عند الباقيين، لكن لأنه هو شايفها وخياله آه يعني
مساحة الخيال عنده وإبداعه بيخليه يشوف اللي غيره ما بيشوفه. كمان هو التفكير الشمولي المتعدد الجوانب الذي يهدف إلى إيجاد فكرة جديدة ذات فائدة أكبر. هو أصلا التفكير الإبداعي بنلاحظ إن هو بتكون الفكرة يعني فكرة مختلفة تماما، جديدة غير مألوفة، وكمان بتكون ليها فائدة أكبر، مش زي الأفكار العادية. إذا هو رؤية ما لم يره أحد من الناس من قبل، هو التفكير فيما لم يفكر فيه الآخرون من قبل، القيام بعمل لم يعمله الآخرون من قبل. الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. احنا المايك يا أستاذ راشد. جعل الله الإنسان خليفة في الأرض. طيب، آه يعني أنا كنت عايزة أو حابة إن إحنا نعمل، مش عارفة كان المفروض متاح عندنا نقسم. دكتور محمد حضرتك معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا، ربنا ينفع بيكم يا رب. أهلا بيك يا يا دكتور رب. مع حضرتك. ازي حضرتك عامل ايه؟ هو احنا متاح ان احنا نقسم مجموعات في الزوم اللي معانا ولا؟ البريك اوت رومز اه متاحة. ثواني، بسم الله. يعني هو احنا هنعمل يعني فريقين او ثلاثة زي ما يكون متاح، وهيكون في ليدر وهيكون في متحدث باسم كل فريق، هيقول الافكار اللي هتتقال. ايه هي الاستخدامات الاخرى لمبنى المدرسة؟ عايزين نخلي خيالنا دكتور ثواني بكافة. طيب، لأن أنا مش متفعلة من السيتنجز الأساسية، تمام؟ فهحاول بس هشوفها وهفيد حضرتك طيب جديد إن شاء الله. طيب خلينا يعني نبدأ ونتكلم عن العوامل المؤثرة في الإبداع لحد ما نشوف النشاط ده إن شاء الله مع دكتور محمد. من وجهة نظركم إحنا شايفين العوامل المؤثرة في الإبداع. لو قلنا من وجهة نظر كل واحد فينا، إيه أكتر عامل من العوامل دي بيؤثر في الإبداع؟ بيعوقوا أو بيشجعوا زي ما تحبوا، يعني نتشارك كده في العوامل. الشخصية يا دكتور. الشخصية يعني هي اللي ممكن تأثر بتزيده. بالسلب إذا كان الشخصية مسيطرة، عايزة قالب واحد زي الصورة اللي حضرتك ذكرتيها قبل كده. مم. وممكن تأثر بالإيجاب لو استغلها صح، استغل الطلاب اللي قدامه صح، هتأثر جامد ويقدر يخرج عندهم الطاقات المكمونة أو الكامنة اللي عندهم موجودة جواه. طب برضو يعني أستاذ شريف، لو أنا اديت لشخص تدريب عشان يكون مبدع، وهو مم. كشخص ما عندوش آه المهارات. القابلية ولا عنده الرغبة يعني إن هو عايز يطور نفسه، ده شخص برضو عمره ما هيتغير ولا هيكون مبدع. حضرتك معايا في الرأي ده؟ بصراحة لا، أنا ممكن حتى لو هو مش هطلعه 100% عشان هو ما عندهمش نفس القدرة. يعني كل واحد أنا بقدر أجري لحد آخر الشارع، ممكن واحد يجري لحد نصه بس في الآخر أنا هطلع منه برضه شخص مبدع على قدر الإمكان. يعني هو هطلع منه أفكار برضه حسب لكن لو الشخصية دي. الشخص ما عندوش استعداد، لو الشخص ما عندوش استعداد هو لازم هيبدع. يكون عنده إرادة طبعا، لا لازم يكون عنده إرادة واستعداد ايوه طبعا. لازم يكون عنده استعداد. صحيح. طيب ابتدينا نقول مثلا الإجابات اللي جات لنا دلوقتي هنا.
فلسفة أستاذة شيماء بتقول فلسفة وثقافة المنظمة، يعني لازم يكون ثقافة المنظمة عندها رغبة في إنها، يعني الأشخاص اللي عندها مبدعين. ما هو لو المنظمة اللي أنا فيها أو الهيئة اللي أنا فيها مش بتشجع على فكرة الإبداع، فأنا يستحيل أكون مبدع. أستاذة دنيا بتقول شخصية يعني الشخص والإمكانيات المادية، لازم يكون في إمكانيات مادية. طبعا لو هي الإمكانيات المادية قليلة الإبداع ساعات يعني بيقل شوية. والنظام، لو النظام كمان بيمنع الإبداع، يعني عندنا مثلا أماكن لما نقول لهم على فكرة إبداعية يقول لك لا، النظام لا يسمح. آه أستاذة رشا بتقول المهارات الذاتية للأفراد التأهيل والتدريب، يعني لو هو ما عندوش مهارة ذاتية للإبداع عمره ما هيكون مبدع مهما وفرت له. وإذا وفرت له تأهيل وتدريب وهو عنده بوادر الإبداع هو بالفعل هيكون مبدع. أستاذة سلمى بتقول تنمية المهارات باستخدام الأدوات الصحيحة، لازم نستخدم أدوات صحيحة لتنمية مهارات طبعا. أستاذة فاطمة بتقول النظام يؤثر سلبي أو إيجابي، الشخصية والنظام والماديات. وأستاذة فاطمة رجعت وقالت التأهيل. كل العوامل اللي بنتكلم فيها دي في الحقيقة كلها إما تؤثر بالإيجاب أو بالسلب. طيب القيادة، الشخص القائد إذا لم يكن عنده القدرة على دعم ويعني استثارة الإبداع في المرؤوسين، فهو يعني هيكون عامل مهم جدا في إني أنا أكون أنا دلوقتي لو كشخص قائد بقدر أعمل استثارة للإبداع بداخل المرؤوسين عندي. ومش بس كده، لو أنا شخص مش قائد صحيح ولا قائد ناجح هقتل الإبداع اللي بيكون عندي. طيب لو الشخص دوت ما عندوش معلومات ولا معرفة، القائد ملهم طبعا. لو الشخص ده ما عندوش بحث عن المعلومات والمعرفة وبيتطلع، عمره ما هيكون مبدع. لأن الإبداع بيستلزم مننا يكون عندي معلومات، يكون عندي معلومات ومعرفة بالأمور. وطبعا أي إبداع لابد أن يكون في داخل القيم وفي نطاق القيم الدينية والاجتماعية، لا يخرج عن هذا الإطار وإلا لن يكون إبداع. يعني نقدر نقول إن كل العوامل اللي قدامنا دي هي عوامل مؤثرة على الإبداع. أكبر مشكلة إن القائد يتحول من عون لعبء. إزاي يا أستاذة فاطمة؟ السلام عليكم عليكم حضرتك. السلام. ربنا يبارك فيكي. هو طبعا القائد دوره الأساسي إن هو يساعد أعضاء الفريق بتاعه. آه لما يبقى في عندهم مشكلة يلجأوا له، هو في المقام الأول عشان هو هو اللي هيساعد. إنما لما أنا أركز كل شغلتي كقائد إن أنا أدخل أحط إيدي على نقاط الضعف عند مثلا على أعضاء الفريق بتاعي وما ساعدهمش إن هم يحلوها، أنا كده عيب. هو أول لما يشوفني داخل عليه خلاص هو هتلبش، يعني هيبقى يكره نفسه، هيبقى بيشتغل من غير أي أريحية وهيبقى متضايق. وأهم الكلام بقى والنقد اللي أنا هنزله عليه بعد المشاهدة. فطبيعي هو الطبيعي إن هو يلجأ لي أنا في الأول عشان أنا اللي هساعده، مش عشان أنا اللي هطلع فيه عيوب وأقول له أنت وعيوبك بقى مع نفسك. ارجع شوف حصصك. لا فكر في اللي أنا بقوله لك ده، أنت عندك مشكلة فعلا، ممكن المشكلة تكون عندنا. ده يعني حقيقي. انا لما هتكلم على جانب ان يكون القائد مثلا ممكن معلم، طيب هل انا المطلوب مني كقائد ان انا اعمل مستنسخين مني لازم كلهم يمشوا بنفس اسلوبي بنفس طريقتي؟ لا. بنفس منهجيتي؟ لا. طالما هو ليه لمسه ولمسته مؤثرة يبقى خلاص انا ما اقدرش اتكلم في كده. انما لا اجبره ان هو يعمل بقى كمان حاجة هو مش مقتنع بيها او هو شايف ان في طريقة تانية ممكن تكون مؤثرة مع الاولاد اكتر، لا انت لازم تعمل ده بحكم ان انا قائد. انا كده استغليت القياده في ان انا اولا بقيت عبء نفسي عليه،
آم، ممكن كمان أوصل سيئة جدا للإدارة عنه. هو خلاص من الآخر هو هيكرهني، أنا ما ساعدتوش، ما قدمتلوش حلول تخليه يتخطى المشاكل اللي عنده. فهو ده قصدي من أن نتحول القائد من عون لعبد. صعب جدا فعلا الأمر ده. ده حقيقي. جزاكم الله خير. جزانا وإياكم. خلينا أقول إن التفكير، حسب كده كده، القائد لازم يكون موجه ومعين، وده بيكون بالخبرة والمرونة في التعامل. ده حقيقي فعلا. وبرضه خليني أقول إن القيادة برضه محتاجة دلوقتي دراسة، ما بقتش بس مجرد خبرة. لازم أطور من نفسي وأكون عندي يعني متابعة مستمرة، إن كل حاجة في الحياة دلوقتي يعني أصبحت تخضع للعلم. التفكير هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير داخلي أو خارجي، يتم استقباله عن طريق الحواس. فبالتالي تحدث عملية التفكير أذن. لتحقيق الهدف من هذه الاستفسار. طيب، هل يمكننا أن نتعلم التفكير؟ يعني هل أنا عندي الأطفال دي ممكن أعلمهم إزاي يفكروا؟ هل ممكن أعلم اللي حواليا التفكير؟ مس آية بتقول مش هيكون قائد لو فضل منطوي ومكتفي وغير متطلع. هو لو منطوي وغير متطلع هو ليس قائد. مبدئيا ما نقدرش نقول عليه قائد، فالقائد لابد أن يكون له مواصفات. طبعا. أستاذة هدير بتقول طبعا أوسع مداركهم وأديهم معلومات، ممكن أساعدهم يكتشفوا طريقتهم في التفكير. زي التفكير الناقد والواعي والمتقبل للآخر. مش أي بالتدريب وبالمواقف. أستاذة فريدة، لا، أستاذة فريدة ولا أستاذة، هي أستاذة تهاني برضو ما دخلتش النهاردة صح؟ أنا فاكرة اسم سندس. أيوه، إحنا فعلا نقدر نعلم التفكير. طيب، طرق تعليم التفكير كتيرة جدا. التفكير بشكل مستقل، يعني يفكر بما يطرأ على ذهنه. التفكير ضمن منهجية زي المناهج الدراسية. التفكير بالمقارنة، إن أنا ممكن أقول له قارن مثلا بين السيارة والحافلة، فابتدى يفكر. مثلا التفكير كمان بأوجه التشابه. خلينا نعمل إحنا تدريب، وهحط لكم رابط البادلت، لأن إحنا واضح إن ما عندناش النهارده البريك الزوم، فخلينا نحط كده الرابط. لا، هو ما فيش شير لسه. انا دلوقتي هحط لحضراتكم الرابط بتاع البادلت اهوت، عشان هقول على عايزه الاوجه. ثانية واحدة. دكتور تهاني، حضرتك البريك اوت رومز موجوده، بس هتتطلب ان احنا نسيب السيشن ونرجع تاني. طب خلاص ما فيش مشكله، مش مشكله خلاص، عشان ما نعملش المره يعني الجايه هتبقى موجوده على نفس الرابط. خلاص انا فعلتها. يعني زي ما حضرتك تشوف، تحب نخرج وندخل تمام، تحب لا يعني خلاص. ما لا فيش خلاص. مشكله زي. لا عشان طيب. اعطلت الشباب. طيب، هو البادلت انا حطيته اهوت. هقول لحضراتكم سؤال، عايزه اوجه اوجه الشبه بين المدرب وجهاز الكمبيوتر. اوجه التشابه واوجه الاختلاف، يعني زي ما تحبوا يعني. اللي يحب يحط اوجه التشابه ويحط اوجه الاختلاف زي ما يحب. يعني جملتين ثلاثه بمجرد ان احنا يعني نشوف تفكيرنا كلنا هيبقى ازاي. وانا هعمل شير اهوت للبادجت عشان نشوف الاجابات اللي هتظهر.
دي أصلا يا دكتور طريقة. المقارنة ما بين مين ومين؟ المدرب المدرب وجهاز الكمبيوتر. أوكي أوكي، شكرا جدا. التشابه والاختلاف. المدرب وجهاز الكمبيوتر، او المعلم وجهاز الكمبيوتر. دي طريقة من طرق التفكير اللي احنا ممكن نحطها للأولاد، اللي هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، ونطرح أسئلة ونجرب نخليهم يفكروا. طبعا ممكن نعملها بكذا طريقة ونعملها مع كذا حاجة، وتكون مرتبطة بموضوع الدرس اللي احنا بنتكلم فيه. وحضراتكم تكتبوا. عايزة بس أكلمكم إن في حاجة جميلة جدا، هو كورت وسكامبر. والحاجات دي من مناهج التفكير الرائعة، آه، اللي أحب إن إحنا إن شاء الله نبقى نقرأ عنها أو ندور عنها ونستخدمها في طرق التدريس بتاعتنا، إنها بتفرق كتير جدا معانا في طيب على البادجت يا أستاذة إسراء، أنا حطيت الرابط أهو. طيب أستاذة إسراء كتبت على الشات التشابه إن كلاهما منظم ولديهم خطة محددة. وأستاذ مصطفى، لا مش أستاذ مصطفى، أستاذة آه فهاني. أيوة. الاختلاف أن الكمبيوتر لا يمتلك مشاعر والمدرس يمتلك التشابه. يمكن الاثنين تقديم التعلم واللعب. تمام. آه المعلم لازم تفكيره يكون في جانب من المشاعر، والكمبيوتر يفتقد للأمر ده. تمام. المدرب لديه معلومات وكذلك الكمبيوتر. المعلم يقرأ الأفكار والأحاسيس والإبداع للمتعلم. هناك صلة معنوية. أما الكمبيوتر بدون مشاعر. المعلم لازم تفكيره يكون في جانب من المشاعر، والكمبيوتر يفتقد الأمر ده. الاختلاف إنه المدرب أو المعلم مرن في تطبيقه استراتيجية حسب الفروق الفردية للطلبة الموجودة أمامه. تشابه في التنظيم. الاختلاف السرعة، غزارة المعلومات، طرق العرض المختلفة الجذابة. معلم الكمبيوتر كلاهما يستطيع استخدام أكثر من استراتيجية للوصول للهدف، بالإضافة للمرونة والعاطفة لدى المعلم فقط، ولديه ذكاء متعددة. توافر المعلومات، التعزيز، الراجع التفاعلية، نسبة الاختلاف في العاطفة. جميل. السرعة والتنظيم. عندنا كمان حد بيكتب اهو. توفر المعلومات، التعزيز، الراجع التفاعلية بالنسبة للاختلاف في العاطفة. تمام. معلم يقرأ الأفكار والأحاسيس. الاختلاف في المرونة، التغيير بما يتناسب مع شخصية الآخرون، إيجاد الحلول لتطبيق الاستراتيجيات. حلو. لسه في حد بيشارك؟ اه لسه في حد بيكتب.
آه، انا شايفه لسه في حد بيكتب بس لسه ما ظهرليش. الكمبيوتر لديه قابليه للتطوير وكذلك العقل البشري. اه طبعا هو العقل البشري كمان اللي بيطوره اصلا. جميل. الاختلاف. طيب. جميل. احنا يعني اذا ممكن نعلم التفكير. اه ممكن. طرق التفكير ممكن تختلف بين كل مادة ومادة، وممكن نخليه آه، يتطور في تفكيره ويبقى نتيجة أنشطة، ويتعلم التفكير كمهارة، مهارة التفكير. عندنا مهارات كتير قوي في التفكير، وعندنا كمان دلوقتي مساهمة الطلاب. الكمبيوتر ما عندوش دافعية لشيء. يعني هو ما عندوش دافعية وما ما بيديش كمان دافعية. يعني هو ما يقدرش يدي للطالب التغذية الراجعة أو الإحساس بالحافز اللي بيديه المعلم. الخبرة طبعا. المهارة هي التمكن من إنجاز مهمة بدقة متناهية وسرعة في التنفيذ. هو عنده مهارة، يعني أصبح عنده قدرة على فعل شيء جيد واكتساب عادة من خلال التدريب والخبرة. تفكير، مهارات عملية، وبيمارس الذكاء من خلال نشاطه والخبرة. التفكير والذكاء، الذكاء كأنه طاقة وبيدي قوة، لكن التفكير أنا ممكن يكون عندي المهارة على تفكير أكتسبها. طيب، ليه بنقول برامج تعليم التفكير؟ إيه اللي بيخلينا نقول لأولادنا عندنا برامج لتعليم التفكير؟ لأن أصبح بقى عندنا علم ومنطق وإبداع لابد أن يكتسبوا الأولاد. التطور اللي بيحصل دلوقتي في الجانب ده من العلوم أصبح يعني بشكل غير طبيعي. أصبح عندنا تفكير بشكل مختلف، عندنا إبداع في كل شيء. وفي الحقيقة إن إحنا إذا ابتدينا في بيوتنا كمان نستخدم الطريقة دي في تنمية الحوار بيننا وبين أولادنا، الوضع يختلف. إزاي؟ خلينا نقول مثلا كتير من الأمهات أسهل حاجة عندها تقول لابنها خليك خليك، خلاص خلاص أنا هعمل كده، من باب إنها عايزة تريح دماغها وعايزة تخلص من اللي هي بتعمله. غلط. اديله فرصة وخليه يحاول وخليه يفكر. ليه ما نشركوش معانا؟ ليه لما حاجة تبوظ عندي ما أقولش لابني ولا بنتي تعالى نحاول نصلحها مع بعض؟ ليه ما ناخدهاش لعبة ونقول له خد أنا عندي الترابيزة دي مش هستخدمها، باظت، وريني هتعمل منها إيه؟ ليه ما تديلوش حاجات تشغله وتشغل تفكيره وتخليه يفكر؟ ليه ما نقعدش مع بعض بدل ما نقعد هو ماسك الموبايل وانا قاعده قدام التلفزيون، او ماسكه انا كمان الموبايل؟ ليه ما نقعدش نلعب لعبه فيها تفكير؟ البالونه دي انا ممكن اعمل منها ايه؟ ممكن استخدمها في ايه؟ انا ليه بدرب ابني على الابداع؟ في تدريب على الابداع، عشان ده بيخليه يطور من طريقه تفكيره. طب انا بقى ايه اهميه اني انا يكون عندي في المؤسسة اللي انا فيها تدريب على الابداع؟ ايه اهمية التدريب على الابداع؟ تطوير وتنمية معارف ومهارات الافراد والتأثير على اتجاهاتهم وسلوكهم. انا لما بيكون عندي شخص بديله
معلومات واديله تدريبات عشان انمي عنده مهارات الابداع، اكيد هيكون اتجاهاته اصبحت مختلفة عن الشخص اللي بيسير على القطار، على قضيب القطار كده، زي القطر زي ما بيقولوا. هيبقى اتجاهاته مختلفة، أفكاره مختلفة، سلوكياته مختلفة، حتى تعامله مع الموجودين معاه في العمل هيكون مختلف. كمان كان بيبقى عندي ثقة في الهيئة أو المؤسسة اللي أنا فيها. مفيش شك إني أنا مش هدعم موظفين عندي ولا أدعم فريق العمل إلا إذا كنت أنا هدفي الاستقرار والبقاء والإصلاح الوظيفي في هذا المكان. أنا مش هطوره عشان يمشي، مش هطوره عشان أمشيه، أنا بطوره وبدعمه بكل الطرق. ده مش بس كده، أنا ممكن جدا يكون عندي موظف ممكن يكون ما عندوش خبرة، ولكن عنده حاجات أهم من الخبرة. عنده ال... يعني التفاني في العمل، عنده الإخلاص. خبرة ممكن أبنيها له والدافعية ممكن أديها له، لكن هملك منه إخلاصه لهذا العمل. فبالتالي أنا بذكائي أقدر أبني ثقة بيني وبين الأفراد العاملين عندي. يعني أستاذة شيماء بتأيدني. الحمد لله. أصل مش شرط يكون الخبرة هي العامل، لكن ممكن يكون عندي عوامل أهم. الشخص اللي عنده رغبة في التطور أنا أحافظ عليه. الشخص اللي عنده إخلاص أحافظ عليه، عنده جد واجتهاد وبيشتغل على نفسه، ده أنا أحافظ عليه، بالعكس وأدعمه. لأني أنا مش يعني هو ممكن يكتسب الخبرة، ممكن تكتسب على فكرة، لكن في حاجات بتبقى في خلايا الشخص مش ممكن تكتسب، زي الإخلاص والتفاني والاجتهاد والجد والأمانة وهذه الأشياء، فدي لا تقدر بثمن. بالتالي أنا لما بدي للعاملين عندي بالظبط البذرة الصالحة والبيئة الصالحة، بالظبط كده يا مس شيماء. فبالتالي أنا لما بدي تدريب وتطوير للعاملين عندي، أنا ببني بيني وبينهم جذور الثقة. أنا بمد بيني وبينهم جسور للثقة. ليه؟ لأن أنا كده بدعم المؤسسة، عايزها تتطور. فبالتالي أنا مش عندي هدف إني أمشي حد، بالعكس أنا بحافظ على الناس دي وبطورها. لازم يكون هم كمان عندهم الإحساس ده. كمان بيوضح للأفراد مسارات التطوير والتجديد في المنظمة. يعني أنا دلوقتي إذا كنت أنا هيئة أو أكاديمية أو كيان وبعمل يعني تدريب وتطوير وتنمية مهارات، فبالتالي أنا عندي مسار وخطة للتطوير، وبالتالي ده يتضح للأفراد إن إحنا خطتنا واضحة، وهي التجديد والتطوير. طبعا هي ايه عمالين نتصل مش بيردوا. إذا رشا هو عارف الطريق بقى قال لي هروح. المايك يزور. طبعا لازم يكون في خطة واضحة، طبعا لازم يكون في خطة واضحة. كمان ده بيدفع الأفراد إلى الدخول في منافسات التحدي والتميز مع الآخرين. تخيلوا حضراتكم، إحنا لما هنقول في نهاية إن شاء الله الكورس بتاعنا عايزين البروجكت اللي هنقدمه وهنناقشه بعد ما إن شاء الله نكمل اللي إحنا اتعلمناه، ولسه دكتور محمد هيدينا الاستراتيجيات وهيدينا يعني سيشن الإبداع إن شاء الله اللي هيكون منه حضراتكم. معلش اسمحي لي بالمداخله. اتفضل يا فندم. معلش انا ملاحظ بس ان في بعض الشباب يعني مش معانا، يعني سامعين ايه، في ناس بتلعب اولادها وكده، والحياه حلوه يعني تمام. فلا احنا عايزين تركيز معانا، الله يرضى عليكم، لان في اخر الستيشن، اخر الورشه، كل استاذ في حضراتكم هيقدم ديمونستريشن فيها رولز معينه هزود حضراتكم بيها في ديمونستريشن للشرح. تمام. واحنا هنختار الافضل عشان يكمل معانا في نو سكول.
تمام. الشباب اللي موجودين معانا السنه اللي فاتت واللي منضمين حديثا السنه دي في كومبيتيشن قويه جدا هتكون في الاخر وفق معايير هنزود حضراتكم بيها. فرجاء اخذ الامور بمحملها، ان احنا هنا في مجتمع تطوير مهني اسمه كده، ده مجتمع تطوير مهني. فنقعد مركزين في اللي بيتقال، لانه هنحط الحصص بمعايير فيها مراعاه للفروق الفرديه، فيها حاجات لازم هتطلعوا على نموذج الروبريك اللي بنقيم عليه الحصص. تمام. فرجاء نركز بعين الاعتبار باللي بيتقال. وتمام. طيب معلش بقى، بما ان انا عملت مداخله كده كده، فبس عايز اقول كام حاجه. اسمحي لي يا دكتور. يعني موضوع طبعا اتفضل. موضوع القياده مش بسيط. مش عشان انت مبسوط من المدير بتاعك في الشغل يبقى هو قائد وليس مدير. الموضوع مش كده خالص. في واحد ربنا يكرمه مسهل وميسر، تمام، عنده حصول القياده جميله، لكن القاده العالم كله بيدور عليهم بمنكاش حرفيا في كوم قش. مش من السهل تلاقي قائد خالص. الشركات الكبيره بيعملوا جوب هانتنج للناس اللي هم عندهم حس قيادي وهم قاده فعالين وعارفين بيعملوا ايه كويس. تمام. مش اي القائد لازم يكون مؤثر، لكن مش اي حد مؤثر يبقى قائد. من الانفلونسرز الناس الموجوده دي، تمام. يعني القاده لينا قدوه في النبي عليه الصلاه والسلام. شيخ محمود اسمه ايه ده، الحاج محمود العربي بتاع توشيبا، دكتور سويدان، ستيف جوبز، ساتيا ناديلا اللي هو الرئيس التنفيذي دلوقتي لمايكروسوفت، ترامب على عقليته بغض النظر عن العقليه والاتيتيود، لان بيعرف يحشد ناس كويس ويأثر عليهم جدا. تمام. ده حقيقي. مين كان؟ صادق خان عمدة لندن، الامير محمد بن سلمان، MBS، هو مسمي نفسه MBS. الراجل ده ما اتفقت اختلفت معاه فكريا، لا هو قائد وقائد فعال يعني. تمام. جاستن ترودو بتاع كندا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كونفوشيوس بتاع الصين. فده مش بالسهل ان الانسان يبقى قائد. تمام. كلنا نتمنى نبقى قاده طبعا، بس على الاقل نبذل البذور دي في اولادنا والنشء اللي احنا بنعلمه وبندرب نفسنا. القياده في بالفطره وفي اكتساب المهارات اللي بالفطره عددهم قليل قوي، منهم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب موضوع بقى thinking out of the box ده اتكلموا فيه كتير على هارفارد بزنس ريفيو، وقالوا انه هو actually thinking out of the box. لا، رجعوا قالوا thinking inside the box اللي هو بالمتاح. فكر لنا يا حبيبي المتاح، وخليك ايه، انا اسف في اللفظ كده، عيش عيشه اهلك وشوف ايه المتاح في المؤسسه وما تحلمش بعيد. تمام. وبعد كده رجعوا دلوقتي اضافوا لنا الجديد there is no box اصلا. حضرتك يعني ليه يبقى في بوكس اصلا؟ فده احدث شيء اللي هو there is no box اصلا. في حاجه دوروا عليها على النت موجوده اسمها 20 keys of thinking. تمام. المفاتيح ال20 للتفكير. الفكره عندك invert it، اعكسها، revise it، يعني ليها كذا حاجه عشان تطلع في الاخر بايه، بفاليو كبيره. طيب وفي حاجه تانية برضو بمناسبه القياده، وان انت دلوقتي شايف نفسك افضل من اي حد في المكان اللي انت فيه، عندك والله مهارات قياديه وانت مالكش زي. طيب بيقول لحضرتك انت دلوقتي لو انت اذكى واحد في الغرفه فانت في الغرفه الخطا. بعدين رجعوا قالوا طيب هو انت حققت، انت عايز تروح مكان تاني، انت مش عايز تنتمي للمكان ده، انت عايز تروح مكان تاني. طيب هل انت حققت اقصى استفاده يا ذكي يا اللي ما فيش زيك من الغرفه اللي انت فيها؟ انت دلوقتي شايف ان انت اذكى واحد في الغرفه وعايز تروح لمكان تاني يقدرك ويفهمك وكده. طيب هل انت حققت اقصى استفاده من المكان اللي حضرتك فيه؟ تمام. معلش هي نقاط كنت عايز اقولها في النص فكتبتها. تمام. فطيب موضوع بقى الابداع مع الطلاب دلوقتي، لو انا سبت الموضوع لمخ الطلاب في الحصه اهلا وسهلا، مش هنعرف ندي الحصه. طيب الموضوع ان انا يا ابني في اخر السيشن اسمع الطالب وقول له معلش هنأجل الموضوع ده لاخر السيشن،
وهنتكلم فيه. وفعلا حاول تعمل كده واعمل تايم مانجمنت وكلمه لو ده هيأثر على وقت الايه الحصه. طيب ايه تاني؟ موضوع القياده. في قياده كتير، فيها كتب ومؤلفات يا جماعه الخير، فيها حاجه اسمها علم القوه والنفوذ، فيها مهارات كتير، مهارات التفاوض ومهارات ومهارات. فده علم مش اي حاجه كده، يعني اي حد قاعد كده ايه يعني يتكلم فيه. لا، دكتور تهاني قالت ان في علم وفي كتب واشارت لده، ربنا يبارك فيها. آه ما فيش حاجه بالمناسبه اسمها القياده بالاقناع. في القياده بالارشاد، في الكوجنيتيف كوتشنج، في حاجات كده، في انواع من القياده، لكن لا توجد القياده بالاقناع. تمام؟ والا كان النبي عليه الصلاه والسلام عرف يقنع اهل الطائف، وعرف يقنع الناس بكل سهوله. تمام؟ بس ده كنت حابب اشير للنقاط دي، وباكد على ان في ديمونستريشن في اخر الورش هيتعمل، وهنقيم اداء الاساتذه، وربنا ينفع بالجهد المبذول منكم جميعا ويبارك فيكم. اتفضل يا دكتور. فعلا احنا بنأكد على ان يعني كل يعني الامور دلوقتي ما بقتش تكتسب غير بالعلم. العلم دلوقتي لم يترك شيء. القيادة أصبحت يعني شيء هام جدا جدا في إنها تكون مدروسة، وليس يعني شيء يأتي بالخبرة فقط، ولا بالمتاح فقط، ولا أي شخص يصلح إنه يكون قائد. خلينا نكمل على تدريب، والتدريب ده معروف وأعتقد إن كلكم عارفينه. وهو من التدريبات اللي أنا بحبها جدا، دايما أقول يعني التدريبات دي مهمة قوي، إن إحنا يكون عندنا كل حاجة بنقدمها لأولادنا، بلاش الألعاب التقليدية المعتمدة على يعني إن هم بيكونوا بيقضوا وقت وبس. لا، إحنا ممكن نقعد ويبقى جو بيننا وبين ولادنا جو لطيف، وفي نفس الوقت في ألعاب تخلينا نطلع من المود اللي إحنا فيه وبنخرج منه. زي مثلا الباليت الألوان اللي إحنا قدامنا دي، إحنا مش هنقرأ اللون، إحنا هنعملها ممكن بطريقتين: اما اننا نقرا اللفظ، لا احنا هنقول اللون احمر، ازرق، اصفر. احنا هنا بنشغل عينينا وبنشغل دماغنا في نفس الوقت. الالعاب دي سهله، بس في نفس الوقت تحتاج مننا تركيز. ليه ما بيبقاش عندنا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه زهري؟ آه، ايه حضرتك ايه؟ يوجد فيها صعوبه اكبر من القراءه بالظبط. ليه؟ لان حضرتك بتركزي اكتر في انك ما تقوليش اللي مكتوب، تقولي اللون. حد حابب يجرب؟ اتفضلي يا استاذه اسراء. أقرب بالصوت ولا شات؟ لا، بالصوت. أحمر، أخضر، أزرق، أحمر، أصفر، أسود. ده كده السطر الأولاني. أكمل؟ كملي. ماشي. أزرق، أسود، أصفر، أخضر، بنفسجي، أحمر، أسود. وغلط. أصفر، 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 أحمر، أسود، بنفسجي، أزرق، أخضر. رغم ان بتاخدي وقت كمان. يعني احنا اه كمان عايزين حد يقولها اسرع كمان. ممكن أقول؟ اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. ربنا يستر. أحمر، أخضر، أزرق، أحمر، أصفر، أسود، أزرق، أسود، أصفر، أخضر، بنفسجي، أحمر، أصفر، أحمر، أسود، بنفسجي، أزرق، أخضر. تمام. اتفضلي يا استاذه رشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هقراهم بالطول ولا نقرا بالعرض؟ زي ما حضرتك تحبي.
طيب ماشي، هقرأ بالطول. تمام. أحمر، أخضر، أزرق، أحمر، أصفر، أسود، أزرق، أسود، أصفر، أخضر، بنفسجي، أحمر، أصفر، أحمر، أسود، بنفسجي، أزرق، أخضر. تمام. مستحيل. تمام. ظريفة تمام. جدا. أيوة. هي في الحقيقة إن في ألعاب كتير. لا مش صعبة يا أستاذة ياسمين. مش صعبة. الأصعب منها الحاجات اللي مثلا زي اللي بنحط الكلام بالمقلوب ونحاول نقراه، أو من غير نقط كمان. كل الألعاب دي بتعمل لنا دايما يقولوا مثلا عشان ما يجيلناش يعني نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم رب الزهايمر والأمراض النسيان وكده. نلعب السودوكو، نلعب الألعاب دي كلمات متقاطعة. الحاجات دي بتفرق جدا معانا، بتخلي يحصل تنشيط للمخ. مستهاني. ايوه اتفضلي. دكتور تاني. التست ده مش بنستخدمه اللي احنا هنكتشف ان احنا بنستخدم النص المهيمن على عقلنا ايه اللي هو اليمين ولا الشمال، صح؟ لا هو ده لتنشيط، ده لتنشيط المخ. لان احنا هنا بنستخدم عينينا، وكمان بنستخدم التفكير ان احنا بنفكر بعكس اللي احنا شايفينه. اه. هو مش اختبار، هو تدريب. ايوه ايوه. مم. ايوه بالظبط كده، تنشيط الجانبين معا. لكن الاختبارات لا، الاختبارات في بقى اختبارات كتير جدا زي مثلا اللي عملناه قبل كده. بيبقى اختبارات محدده باسئله وبصور وبحاجات كتير، لكن ده عمليات تنشيطيه. منها كمان الحركات اللي هي الانفينيتي برضو دي كده. وان احنا مثلا نتخيل حرف نكتبه باليمين ونرجع نكتبه بالشمال. الحاجات دي تفرق كتير قوي. واللي هم بيقولوا عليها البرين جيم، اللي هو دلوقتي بقى فيها كتير جدا جدا من يعني القنوات. ايوه بالظبط. يعني دلوقتي بقت متعدده المصادر. بتفرق بالحقيقه. وبتلاقي مستوى الذاكره عندنا اتحسن وتفكيرنا اختلف، والاولاد بالذات بيفرق كتير قوي معاهم. زي البرامج اللي طالعه دلوقتي، الاستيمات واليوسيمات والفيدا وكل الكلام ده بيفرق جدا معانا ومع ولادنا. بس احنا كمان لازم ندي لنفسنا وقت ان احنا ننشط عقلنا. ما يعني ما نوقفش دماغنا، ما نعتبرش ان الموضوع ده يعني لا مفيش وقت. لا ده بالعكس، ده احنا لازم نعمل كده. اتفضلي يا مس آية. اتفضلي يا مس آية. اه تمام يا دكتور. هو انا بصراحه اللعبه اللي فاتت دي يعني لو كان اول مره اشوفها، فانا افتكرتها اول حاجه ان هي اللون المنطبق مع الاسم. فمش عارفه دي طريقه حل ليها ولا لا، بس هي كده بالنسبه لي ان انا بقرا كل اللون اللي انا شايفه مش الاسم بتاعه. ايوه ما هو احنا بنقول اللون مش الاسم، مش هو كان المكتوب انا يعني. كنت فاكره ان هو بينطبق الاسم يعني انهي فيهم اللي منطبق الاسم مع اللون في نفس الوقت. لا مش فاهمه معلش. ممكن لو حضرتك رجعتي تاني كده ممكن تلاقي ان الزهري هو لونه زهري. في اللون الزهري هو لونه زهري واسمه زهري اللي هو في الصف اللي في النص اخر واحد. ده اه. بس لا بس هو احمر، يعني هو المفروض ان هو احمر احنا نقول احمر. هو الزهري بيتهيألي اللي هو الفاتح شويه اللي احنا بنقول عليه البينك. تمام بالظبط. شكرا طيب لحضرتك. شكرا ليك. اذا اردت ان تكون مبدعا، يعني انا عشان اكون مبدع الإيمان بأنه يمكن عمل أي شيء. طبعا أي شيء في نطاق المتاح وفي نطاق يعني القيم والمبادئ ولكن أقصد أقول إني عندي ثقة في قدراتي وثقة في إمكانياتي، وإني أنا بأنظر للمتاح وأستخدمه بأفضل استخدام. فعملية الإيمان والثقة دي مهمة جدا جدا. كمان الحكاية دي بأمنها لأولادي نفسيا، إن أنت تقدر. والطالب اللي ما عندوش ثقة بنفسه والطالب اللي ما عندوش مقومات إبداعية أقول له لا أنت تقدر. اتفضلي يا أستاذة فاطمة. بس ممكن هقول حاجة. مسألة المتاح دي
هي الفكرة ان لو كل واحد فينا قاعد مستني ان الامكانيات تعلى او يحصل طفره او اي حاجه، وارد جدا ان ده ما يحصلش. اذا انا كده مش هستفيد حاجه جديده، ولا هتطور، ولا هعمل اي حاجه. اوظف امكانيات المتاحه حواليا استفيد منها، وبعدين بعد كده ربنا يدبرها بقى ان شاء الله، ربنا ييسرها. انما فكره في الوقت اللي احنا فيه ده انا استنى الامكانيات تتعدل، بالذات الامكانيات الماديه، هيبقى صعب جدا. مردود الامر ده مش هيبقى كويس خالص على اللي هيتخذ الفكره دي منهج. شوفي هقول لك على حاجه. هو يعني مبدئيا اللي بيعوز حاجه بيعملها. فكره ان انا تمام. اتحجج واقول ايه، لا اصل مش هينفع، اصل الامكانيات، اصل انا مش هقدر. لا مش لكن مبرر. لا دي مجرد شماعات زي ما بيقولوا يعني. صح. استاذه هديل بتقول وقت ما تيجي فرصه للتطوير من النفس ياخدها على طول. طب ما انا برضو لازم اوجد الفرص برضو يا استاذه هديل، يعني انا برضو لازم ابحث عن الفرص، مش لما استنى الفرصه. طب لو الفرصه ما جاتش؟ يعني في فتره الكورونا الناس اللي قعدت، في ناس قعدت استفادت من وقتها استفاده قويه جدا، وفي ناس قعدت مستنيه الشغل يرجع تاني، ولما رجعوا يعني دول اختلفوا عن دول. لكن هنا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان دول استفادوا من الوقت واستغلوه افضل استغلال، والتانيين للاسف قعدوا وكانوا بيتفرجوا. فبالتالي انا ما استناش الفرصه، انا ممكن اسعى للفرصه. طبعا التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا احنا بنسعى، احنا بنسعى بس. اه بالظبط. هي الفكره هنا اني انا نظرتي للامكانيات ممكن تختلف من نظرتي لنظره حضرتك. هو منهج واحد بيشتغل فيه اثنين معلمين، هو نفس المنهج، ولكن يعني يقولوا فلان لا ده حاجة تانية، ده في حتة تانية. ليه؟ هو نفس المنهج، نفس التولز معاه ونفس كل حاجة، بس الشخص هنا استخدامه وإمكانياته وتطويره ورغبته وإيمانه بنفسه حاجات كتير جدا بتفرق فيه. طيب كمان نتقبل الافكار الجديده، بلاش التقليديه والنمطيه وان احنا نستمر على نفس النمط. لازم يكون عندنا مرونه في ان في افكار جديده، في استراتيجيات جديده، في مناهج جديده، في دراسه جديده لكل شيء. استاذه هديل بتقول انا الفرصه اللي بتكلم عنها هي وقت الاجازه، لان الوقت في ايام الدراسه بيبقى ضيق جدا اننا ناخد كورس او ورش. آه هو عملية برضو يعني هو ممكن يكون الوقت ده طبعا يعني ربنا يعيننا جميعا، بس هي ممكن يعني نبقى مخصصين وقت كده نثبته ونحاول على قد ما نقدر نجتهد، لكن هو ربنا يبارك لنا في الوقت. فعلا الوقت يعني بيبقى عندنا حاجات كتير، وخصوصا الأمهات ربنا يعينهم يعني. تعمل بذكاء ولا تعمل جهد أكبر؟ طبعا work smarter not harder ده مبدأ عند ناس كتير جدا جدا جدا، ولازم نعلمه لولادنا. لازم دلوقتي نعلمهم الخرائط الذهنية، نعلمهم القراءة السريعة، نعلمهم يعني مهارات القراءة، نعلمهم يعني ايه يتعلموا بشكل مختلف، ويكون عندهم ربط بأشكال مختلفة، لأن ده بيفرق كتير جدا. ما بقتش المذاكرة زي أو كل أنا كمان في الحقيقة في ناس يعني بتقعد 12 ساعة تشتغل ولا تتحصل على ناس بتشتغل ساعتين ثلاثة في اليوم. ليه؟ لأن الناس دي عرفت توظف إمكانياتها بشكل مختلف. عايزين ولادنا يبقوا نفس الشيء، مش نطلعهم تقليديين ولا نمطيين. احنا محتاجين جيل مختلف، إنتاجية مختلفة. عايزين نعرف ولادنا إن في وظائف هتتلغي كتير جدا خلال المرحلة القادمة، لأن هيحصل استبدال بالتكنولوجيا الحديثة. لازم نخلي عندنا نظرة مختلفة، نخلي عندنا يعني مواكبة للتطور اللي بيحصل، وده بننقله لأولادنا على فكرة بشكل كبير جدا جدا. كمان عشان نكون مبدعين. اه بالظبط، عشان نكون مبدعين نتعامل بشكل مستمر مع السؤال لماذا. أنا لازم لا أقتل عند ابني
الأسئلة. فكرة إن الطفل بيسأل أو إن هو عنده أسئلة كتير دي حاجة مبشرة، حاجة كويسة. أنا طول ما بسأل نفسي، طول ما بعمل لنفسي استثارة للتفكير، طول ما بقدر أتنقل من الأحسن للأفضل، من الشيء لأحسن منه. منطقة الراحة هي منطقة بتخليني دايما ما بتطورش. طول ما أنا في منطقة الراحة فأنا في حالة من الاستقرار اللي ما فيهوش أي تطور. اتعب، احس ان انا يعني بجتهد وبشتغل على نفسي، انا كده بتنقل وبطور من نفسي. حدد وقت للتفكير زي ما قلنا. يعني بلاش كل حاجة تمشي زي ما هي، لازم افكر ازاي اغيرها اطورها. مش كفاية ان انا بدخل الدرس بقوله بشكل معين، لا انا لازم اغير وادي لنفسي وقت عشان يبقى شكلي مختلف. تحضير السنة اللي فاتت مش هيكون هو تحضير السنة دي، محاضرة السنة دي مش هي نفس محاضرة السنة اللي فاتت. بضيف عليها لأن ده يعني ما ينفعش أكون بنفس الإمكانيات وبنفس الشكل كل مرة. كمان لازم يكون عندي زيادة معارف وآفاق أكبر، زي ما كان دكتور محمد بيقول. مش مجرد إن أنا شكل قائد وبس، ده القيادة دلوقتي بقت أصبحت فيها دراسة، وأصبحت عشان أكون معلم ما بقاش المعلم اللي بيتخرج بقى معلم، لا ده المعلم لازم يطور من نفسه، لازم يدرس الاستراتيجيات، لازم يزيد من معلوماته وآفاقه. على فكرة أنا لما يعني بيكون ليا أصدقاء في نفس المجال وبنتشاور وبنتدرس، بتلاقي نفسنا اكتسبنا من بعض معلومات، وده مهم جدا. كمان لا تجعل الآخرين يفكرون لك، كن على العكس، انت اللي بتفكر، انت اللي بتبدأ. أستاذة دنيا بتقول أكيد الواحد لو بيدي فصلين في نفس المرحلة كل فصل يبقى فيه شرح بطريقة مختلفة. وفي الحقيقة إن حتى التفاعل مع الأولاد بيجي ساعات كده بيبقى مختلف. يعني عمر الواحد ما بيدخل بيقول نفس الكلام، يعني بيبقى كده تكرار وحفظ، فطبعا ده بيبقى حاجة يعني غير مقبولة يعني نفسيا حتى. لازم احنا اللي نفكر، ولازم يكون عندنا المبادرة. الشخص اللي عنده دايما مبادرة وعنده رغبة في انه يبادر، شخص دايما بيتطور، شخص عنده رغبة في التغيير. الشخص الثابت اللي بيتبع افكار الاخرين هو شخص يعني لا يتغير ابدا. لازم يكون عندك انت المبادرة، عندك طرح الافكار، عندك رغبة في التغيير. انا ممكن اخد استراتيجيه بس ممكن اطوعها واغيرها بشكل يتناسب مع آه، نمط الطفل اللي عندي، اغيرها بحسب امكانيات الاولاد اللي معايا، حسب البيئه. بلاش اخد الحاجه واشتغل عليها زي ما هي كانها قالب، لا انا لازم اعمل تطويع للفكره والافكار. كمان لا تتجاهل وجهات نظر الاخرين. مش معنى اني يعني خدت ملاحظة من يعني قائد او من الرئيسي او معناها ان انا يعني لا سمح الله مقصر، او يعني ده لفت انتباه. لا بالعكس، ده ممكن تكون اضافة. بلاش تكون عندنا الافق محدود في ان احنا ناخد كل حاجة بشكل شخصي، لا خالص. احنا ممكن يعني زي ما بنقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونستفيد من خبرات غيرنا ووجهات النظر دي، بالعكس نبني عليها أفكار جديدة وأطور منها، ويكون عندي يعني صدر رحب في تقبل أي وجهات نظر. آه، احنا لازم نختلف، ولو ما اختلفناش اه بالظبط ليه اعتبره من جيش الأعداء. كأننا بنلعب شد الحبل، هو ياخد الحبل يا انا اخد الحبل. هي بتبقى احيانا في ناس بتعتبرها كده في الحقيقة. المعرفة، حب الاستطلاع، دي من علامات الصحية للإنسان. كتير قوي مننا على فكرة آه لم يكن يدرك أنه سيكون مبدع في مجال يعني ممكن يكون ما كانش يخطر على باله.
لكن حبه للاستطلاع والمعرفة وتطويره لنفسه خلته أصبح مبدع في مكان ما كانش يتوقع ان هو يبدع فيه. مش شرط على فكرة ولا ضروري ان انت تستمر في نفس الموقع اللي انت فيه. بالعكس، آه، المعرفة وتوسع الأفق وكل اللي احنا قلناه ده ممكن ينقلك في حتة تانية خالص، ويخليك تكتشف في نفسك حاجات انت عمرك ما كنت تتخيلها. وكتير مننا، يعني كتير مننا بيلاقوا نفسهم اكتشفوا نقاط قوة، وممكن يكون اللي لفت نظرهم ليها القائد يعني المكان العمل يقول له انت في الحتة دي متميز. فده محتاج مننا ان احنا نزود نفسنا فيه، محتاج مننا ان احنا نقوي نفسنا فيه، لان هي نقطة قوة ممكن تغير من حياتي كلها. يلا بينا، خلينا نعمل تطبيقات على الشمسية او المظلة. وده هيكون يعني تدريب كده في خيال. ودي خلينا نقول لو يعني اكيد حضراتكم تعرفوا او تسمعوا عن برضو سكامبر. وده من الحاجات اللي بيستخدموها مع الأولاد في مدارس الفائقين، في الاختبارات وفي الحاجات دي. خلينا نقول عندنا المظلة دي ممكن نستخدم عليها عدة أفكار، ممكن توضيحات. آه، أنا مثلا عندي الشمسية دي، هي بنستخدمها شمسية. لا، احنا ممكن العصف الذهني او البرين ستورم. لكن خلينا نقول بقى مش هيبقى عصف ذهني قد ما هو احنا يعني استراتيجية سكامبر عبارة عن مثلا الإبدال والدمج والربط والتعديل والتغيير، التكبير والتصغير. دي استخدامات كلها. يعني الشمسية دي خلينا نقول مثلا لو استخدمنا الشمسية استخدامات مختلفة، ممكن أعملها اه كسبانج على انها كذا لون. تمام. ايه تاني؟ نستخدمها ايه تاني؟ اهو يعني ايه. فهمتي كده يا استاذه دنيا مقصود؟ ايه كمان؟ مم. ها، هولدر. حلو. الشيماء قالت هولدر، نستخدمها هولدر. تمام. مم. ايه كمان؟ ممكن اكبرها و... وتبقى الشاشات كبيره قوي دي اللي الناس بتقعد او تظلل عده اشخاص. عكاز، ممكن استخدمها عكاز. ايوه. مم. برافو، هو افك مصروف بالجزء اللي فوق ده. ايوه. تمام، توزيع الميه في قنوات مختلفه نفس المصدر. حلو. ممكن تبقى خيمه. جميل. اكبرها وتبقى خيمه. ايه كمان؟ ممكن اقلبها واحط فيها ميه، اعبي فيها ميه. عوامه. ها. ايوه. اللمس الشمسيه. تمام. جميل. ابداع. مم. ممكن مروحه. ايوه. درع حرف. اشيل فيها طلبات البيت. حلوه برضه. اتعلم بيها العب. صحيح. ممكن استخدمها اثبت فيها الموبايل واعملها سيلفي للموبايل. صح. ها. دي كلها حاجات ممكن استخدمها فيها. اذا الابداع هو يعني لا يتوقف
ابدا. طول ما انا دلوقتي، احنا ايه اللي عملناه؟ احنا اللي عملناه اننا قعدنا نتخيل. مجرد ان احنا عمالين نتخيل ونقول افكار، قعدنا نقول افكار كتير. زي ما كنا بنقول مثلا، نجيب للولاد ونقول لهم عندكم مثلا آه، كاوتش العربية اللي هو باظ، استخدموه. استخدم في عدة استخدامات. الخيال، طالما انا اطلقت الخيال هديله فرصة ان هو يبدع. نفس الشيء انا ممكن يكون عندي الدرس اللي انا بستخدمه او اللي انا بشتغل عليه، انا ممكن اكيفه بكذا شكل وابدع في الشرح واغير من شكله. ولكن كل اللي احنا بنقوله ده بيكون بيرجع لابداع المعلم. الابداع هو طريق للسعادة. اسمح لي يا دكتور مداخله. اتفضل. بصوا يا جماعه الخير، الكلام ده احنا بنناقشه مع بعض. اهم حاجه في الموضوع ده الاستمراريه، انك تستخدمه. طب هستخدمه ازاي؟ ده مش في مناهج الولاد اصلا، لا. وحضرتك بتحضر المنهج، قدمه بالاسلوب ده. هتلاقي فيه اجزاء في المنهج ينفع تدخل فيها اشياء زي كده. لو انت جيت في النص عملته فاصل كده، تمام. بص، الموضوع ده في مدارس، يعني في مدارس بتحب تبدا الحصه بورمنج اب ريليتد للليسون وكده الانجيجمنت. وفي مدارس تانية فكريه بتقول لك لا، انا عايز اجيب انتباهه الاول. فاللي هو بتدي له مثلا صوره لايه، حبات بني كتير، وتقول له ركز في وش راجل في النص، طلعته. هو كده جذب انتباه الطلاب وضحكنا مع بعض، يلا ندرس بقى. مدرسه مقبوله جدا. الناس اللي بتعمل ايس بريكر في السيشنز او في الحصص مقبول جدا. فلازم ادعم شغلي بالمهارات اللي احنا بنتدرب عليها دي. تمام. واهم حاجه الممارسه. يعني مش عرفت خلاص، يعني انت مش هتاخد الورشه دي حضرتك هتطلع مبدع. لا، انت كده عرفت المهارات الاساسيه. ابدا بقى اعمل براكتس وتابع علشان تبدا المهارات دي تتاصل فيك. فالاستمراريه ده شيء مهم. زي الجماعه بتوع الانجليش، اي حد هيعلمك انجليش هيقول لك اتس ا ماست ان انت لازم تعمل براكتس، لازم تمارس اللغه. لو وفي ناس بتعمل التعلم بالمعايشه، طبعا حلو جدا. طول النهار بابا وماما بيتكلموا في البيت انجليش مع البنت، بيبقى حاجه كويسه جدا. الممارسه هي اللي بتولد الايه التغيير ده. تمام. آه بس فده لازم ندمجه بالدروس بتاعتنا. ولازم نفكر الجزء ده من السيشن او من الدرس اجيب عليه تطبيق ازاي تفكير ابداعي او تفكير ناقد زي ما هناخد مع دكتور تاني. تسلم يا دكتور. هو الفكرة ان احنا زي ما بنقول بنطوع الدرس اللي معايا بالافكار دي. بقى نستخدمها في تدريب، نستخدمها مع الولاد بشكل يعني كأنه في بداية الدرس زي ما دكتور محمد قال. الفكرة ان انا آه، الابداع هنا هو يعني احنا بندي طريق، لكن الابداع هنا بقى بيبقى ايه؟ بحث في كتب كتير وفي العاب كتير وفي افكار كتير. بس هل احنا هنقدر في سيشن واحد نجيب كل ده؟ لا طبعا. ده بيبقى عايز مننا شوية مجهود وشوية اجتهاد، لان مفيش حد بياخد كل الافكار او بيقدم لحد كل الافكار. هو بيقدم له بداية طريق، وهو عليه انه يكمل. انا بمجرد ما بفتح طريق للمية هي بتبدأ يعني تنهمر بقى وتفتح طريقها. لكن لازم يكون في اجتهاد وفي بقى بالظبط كده خيط، واحنا بقى نبتدي نشوف الطريقة اللي احنا نعملها. ده بيجي على فكرة باني بيكون عندي شغف باللي انا بعمله. فهو الفكرة اذا كنت بشتغل بس وخلاص عادي ما فيش حاجة هتتغير. لكن هل عندي شغف او اني اتطور؟ هو ده اللي بيفرق. فكرة ان انا عايزة اطور نفسي وعايز طبعا.
انا ممكن يعني نستاذن دكتور محمد، يعني ممكن انا يعني نبقى ننزل شويه كتب ليه فيها تدريبات وفيها يعني حاضر. يبقى هنعمل واحد كورت وسكامبر كده، شرح سريع ان شاء الله، بعد اذن دكتور محمد طبعا. يعني نوضح الفكره ايوه ازاي اكيد اكيد طبعا. ونحط التدريبات دي. وممكن برضو ان شاء الله يعني آه، في مواقع كمان على فكره، يعني كنت بدي سيشن للولاد، وبمجرد اديتهم لعبه البلوكس كده، ازاي نحرك البلوكس عشان نطلع واحد بره قد ايه كانوا مستمتعين وكلهم شغلوا دماغهم وكانوا عاوزين الاصعب كمان. عمليه الاستثاره الفكريه للاطفال دي بتفرق كتير قوي جدا يعني. يعني مثلا لو انا قلت استخدامات مختلفه للمفتاح، المفتاح بنفتح بيه الباب، ده حاجه سهله جدا. وحاجه كده ممكن نعملها من باب ان هي يعني لعبه مع الولاد. استخدامات مختلفه لسجاده الصلاه، للجورنال، للمجلات. نعمل يعني خلي خيالهم يشتغل، نخليهم هم في البيت. الكوبايه اللي في ايدي دي انا ممكن اعمل بيها ايه غير ان احنا بنشرب فيها ميه؟ مثلا يعني هو في حاجات كتير في الحقيقه. فانا عشان كده بقول احنا ممكن ان شاء الله يعني اه بالظبط عليها العاب وحاجات حلوه جدا. انا بقى عايزه اختار الحاجات دي واطوعها بالماده بتاعتي. مثلا عندي قطعه في العربي، اقول واعاده التصنيع طبعا. اه طبعا الريسايكل دي حاجة مهمة جدا. مثلا العربي مثلا قطعة وأقول استخرجوا منها كل كلمة بمعنى مثلا واسع، أو كل كلمة تخص مثلا الحديقة. أيا كان أنا بأفكاري بقدر أفكر ويعني أخرج من الولاد. أحط لهم مجموعة حروف، أقول لهم جمع كونوا منها أكبر عدد من الكلمات، وهكذا. الألعاب دي بتخلي فيه يعني تنافس، وبتخلي بينهم يعني روح حلوة. ومش بس كده، أنا كمان ممكن أخليهم يعملوا فرق مع بعض عن طريق الحروف المتقطعة. أفكار كتير. وهي الفكرة هنا إن الإبداع بيخلي الدرس حماسي ويخليه ممتع. هو يعني في الحقيقة إن فكرة الشخص المبدع في حد ذاتها هي فكرة ممتعة. ودايما بنقول كل التحولات العظيمة في عالمنا بدأت بفكرة خارج الصندوق، فكرة غير مألوفة. زي ما قلنا في النهاية، قالوا ما فيش صندوق، أو شوفوا الإمكانيات المتاحة أيا كان. خلينا نقول المهم يكون عندي فكرة. مش مهم، مش مجرد كلام، المهم يكون عندي الفكرة. والفكرة هي في البداية بتكون حاجة بسيطة، مجرد خيال، لكن إيماني بالفكرة دي ورغبتي في تحقيقها وحرصي وإيماني بنفسي هو اللي بيخليها تتحول لحقيقة. الإبداع مهم جدا. إن شاء الله تكونوا يعني بإذن الله من المبدعين. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يعني أتمنى يكون فكرة السيشن النهاردة وصلت لكم. وجزاكم الله خيرا يعني على وجودكم واستماعكم لينا. شكرا دكتور محمد، واتفضل لو عند حضرتك إضافة. العفو، اكرمك الله يا دكتور. الموضوع فعلا عايز استمراريه وعزيمه بشكل رهيب. ويا جماعه الخير، قليل قوي في الحياه دي، قليل قوي اللي عارف هو عايز ايه. الناس عايشه في دوامه، تمام، سواء مراد لها كده او مش مراد لها كده، بس قليل قوي في الحياه اللي عارف هو عايز ايه. فحدد اهدافك وراجعها اول باول، شوف انت عايز ايه، وخليك فليكسبل بدون تشتيت. يعني خليك فليكسبل، تمام، لو في فرصه قدامك او حاجه، بس بدون ما تشتت نفسك في اكتر من حاجه.
علشان ماستر اوف اول ماستر اوف نون، افتكروا دي. وموضوع الفرص تصنع ولا تأتي. اللي بيأتي من الفرص 2%، اللي بيأتي من الفرص كده على طبق من فضة 2%، لكنها تصنع. يعني مثلا الجماعة بتوع الانجليش حبايبنا، تمام، بين قوسين، يعني في ناس فاكره في الانجليش ان هي عشان هي بتتكلم كويس او بتنطق كويس هي خلاص كده سوبر دوبر ملهاش حل. في مهارات تانية عشان حضرتك تبقى مدرس فعال وشاطر والله، فناخد بالنا من النقطة دي. تمام، البرونسيشن هو أكتر ما يميزك، ولكن ناخد بالنا من القصة دي. ف كنت هقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقيه أخذت ما عندكم تيهات كتير، التوفل والتفل والتوصل والحاجات كتير قوي كده. تمام، علشان يطور من نفسه. طيب ده لما يجي له اي فرصه عمل او يقدم في اي وظيفه، وفي واحد تاني يعني ما خدش اي كورسز بعد الجامعه، ما طورش من نفسه اي حاجه خالص، طيب هنقبل مين؟ اي مؤسسه تربويه هتقبل مين؟ فانت اللي بتصنع نفسك بالموضوع ده. فالفرص تاتي تصنع ولا تاتي. تمام. انا برشح لكم كتاب هبعته لحضراتكم على مجموعه الواتس، التدريس الابداعي لدكتور طارق سويدان. في حاجات كويسه لطيفه، تمام، تمارين وحاجات. السيشنز ارشح وبقوه القناه بتاعت اليوتيوب بتاعت نو سكول اكاديمي. الاساتذه عليها فيديوهات احنا مصورينها في استوديوهات خاصه بينا بتقنيه الكيو ار كود. وفي برضه سيشنز نماذج من حصص الاساتذه بتوعنا اللي بيدرسوا، لازم يدوا لعبه ولازم في تفكير في النص، حاجات كويسه. فارشح لكم بقوه قناه اليوتيوب الخاصه بينا. و ايه تاني، وكتاب التدريس الابداعي. وفي حاجات تانية لو لقيت انا ان شاء الله الروابط بتاعتها هزود حضراتكم بيها. انا كده خلصت يا دكتور، حد عنده مداخله او اي حاجه؟ أنا يا دكتور عندي فكرة كده. اتفضلي يا مسنون. اتفضل. أعتقد إن إحنا ممكن نطبق على اللي خدناه النهاردة دوت، بطريقة إن إحنا نشوف مثلا تحضير حضرناه قبل كده أو الباوربوينتس أو أيا كان، ونحاول نضيف ليها إبداع. يعني كل درس إحنا حضرناه نحاول نبص عليه ونشوف إزاي ممكن نضيف له إبداع. فدي تبقى طريقة عملية لينا إن إحنا يعني ندرب نفسنا يعني. تمام، حلو يا مسنون. طيب لو حد عنده المبادره دي استاذن دكتور تهاني المره الجايه او اللي بعدها مثلا. المره الجايه النهارده الاحد، يوم الاحد الثلاث ممكن نعرض بعض النماذج في اول كام سيشن. تمام، في ناس عايزه العملي على طول، العملي جاي والله. تمام، بس في الاول لازم في بعض احنا في فروق فرديه بيننا كاساتذه، فبس علشان الناس تجيد المهارات الاساسيه بتاعت في يعني مثلا في كليه التربيه مش بينزلوا الناس كلاسز على طول، لا بيبقى في فرشه الاول كده او حصيره معينه علشان يمهد للماده. هيعمل ايه؟ يتاكد ان الناس كلها واقفه على نفس الارض الصلبه. تمام، انا هبعت لحضراتكم الكتاب على الزو على الواتس، وهضيفه برضو على المنصه ان شاء الله. تمام حضراتكم. انا خلصت دكتور تاني. تمام، شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم، ويعني إن شاء الله يا رب كده بإذن الله. يعني ربنا ينفع بينا وبيكم، وإن شاء الله كل فرصة نلاقي يعني إن إحنا نقدر نضيف حاجة بإذن الله. كلنا مش هنتأخر في كده. دمتم في أمان الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.